سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صافية. اليوم راح ندير لكم حلوى اقتصادية تندار بحبة بيض فقط بدون زبدة. حلوى سهلة جدا، نخليكم تكتشفوا المكونات معايا في الفيديو. اذا هنا نحطوا حبة تاع البيض تكون بحرارة المطبخ. البنات دائما في اي وصفة تستعملوا فيها البيض لازم يكون بحرارة المطبخ، ما ديروش مباشرة من الثلاجة لانه هكذاك الحلوى ما تخمرش كي ديريه مباشرة بارد. من الأحسن يكون بحرارة المطبخ. ونحطو قرصة تاع الملح، يعني في أي حلوى درتوها لازم نديرو قرصة تاع الملح باش توازن لنا هذاك الطعم. نزيد نص كاس تاع السكر ونخلط مليح. أنا راح نخلط بالفوي، نخلط حتى نحس هذاك السكر ذاب. واللي تحب تستعمل الخلاط الكهربائي تستعملوه. إذا كما قلت لكم البنات هذه الحلوى سهلة جدا، تندار بحبة بيض فقط، تخرج لك أكثر من 30 حبة تاع حلوى وسهلة بزاف. مقاديرها موجودة في أغلبية البيوت. إذا هنا نخلط مليح، وهنا هاوليك بعد ما خلطت يعني شوفوا القوام كيفاش يجي ثقيل. هنا هذاك السكر ذاب كامل. دوكا نزيد نص كاس تاع الزيت. إذا البنات المقادير تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف. إذا درت حبة تاع البيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، ونخدمو بنفس الطريقة اللي خدمت بها السكر. ندير بالتدريج حتى نكمل كامل هذاك النص كاس. اذا بعد ما خلطت مليح البنات راح نزيد 2 مغارف تاع الكاكاو الاسود ولا البني كما حبيتو. اللي ما عندهاش الكاكاو ما ديرش، دير الحلوى تاعها عاديه بيضاء. الكاكاو اختياري، اذا عندك ديري واذا ما عندكش ما ديريش. اذا هنا نخلط هذاك الكاكاو. انا هنا درت الاسود باش يعطيني لون شباب للحلوى تاعي ويعطيني ايضا نكهه شابه. والاطفال يحبوا كامل الحاجه اللي تكون يعني شوكولا، يعني غير يشوفوا حاجه حلوه مخدومه هكذا بالكاكاو ولا يحسبوها شوكولا وياكلوها. اذا هنا نخلط مليح البنات. وهنا هاوليك بعد ما خلطته هنا لايم بالفارينه. يعني هذه هي المكونات، مكونات بسيطه جدا موجوده في كل البيوت، اللي هي حبه بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، 2 مغارف تاع الكاكاو اختياري، ونلايمو بالفارينه، وساشي تاع الخماره الكيميائيه. اذا البنات انا هنا كيما لاحظتوا ما درتش لافاني لخاطرش درت الكاكاو، درت 2 مغارف كاكاو حتى تعطيني النكهه تاع الكاكاو. ولا نتوما مثلا درتوا الحلوى تاعكم بيضاء من الاحسن ديروا لافاني ولا ديروا مبشور تاع الليمون يعطيكم بنه شابه. وهنا كيما راكم تشوفوا درت الفارينه وساشي خماره كيميائيه، ونبقى نلايم وندير الفارينه بالتدريج. الفارينه ما كاش يعني مقدار محدد، ديري حتى تتلايم معاك. ودائما البنات الخماره ديروها مع الفارينه هكذا باش تعطيك المفعول تاعها، يعني جامي ديروا الخماره مع السوائل لانه راح ينقص المفعول تاعها. الخماره دائما تمشي مع الفارينه. وهنا نبقى نزيد في الفارينه بالتدريج حتى تتلايم. العجينه تكون عجينه طريه كيما العجينه تاع حلوه الطابع ولا اي عجينه طريه. وهاي ليك العجينه البنات بعد ما لايمتها شوفوا شحال تجي رطبه. ودوكا نروحوا للتشكيل. انا دوك البنات نروح نغسل يديا ونجي نشكل هذه الحلوى معاكم. بالنسبه للشكل البنات انا راح ندير شكل دائري عادي جدا، وانتم تحبوا تستعملوا طابع ولا قالب ولا مول استعملوا اي شكل حبيتوه. هنا نرش الفارينة على السنيوه تاعي ونبدا نشكل في الحلوى. راح نديرها دوائر. هنا راح نستعمل الميزان نوزنها 25 غرام، من 25 غرام حتى 30 غرام. الميزان راح يساعدك باش الحلوى تاعك تجي كامله على حبه. اذا انا هنا نكمل نوزنها البنات
نشكلها كامل دوائر. عفوا. اذا البنات انا الحلوه تاعي بعد ما نطيبها راح ندير لها كونفيتور من الفوق ونرمدها في نواه كوكو. اللي ما عندهاش كونفيتور تقدر دير الحسيله، يعني تدهنها بالحسيله من الفوق وديرها في نواه كوكو. ولا ما عندكش نواه كوكو تقدري ديري كوفريط ولا كاوكاو ولا اي مكسرات. ولا ما عندك يعني لا معجون لا نواه كوكو، واش ديري؟ تحكمي الحلوه تاعك هكذا، ترمديها في السكر الناعم من الفوق، الوجه تاعها فقط ترمديه في السكر الناعم. ولا ما عندكش سكر ناعم ترمديه في السكر العادي اللي نشربوا به القهوه، السكر تاع الحبيبات. ومام تقدري تخليها هكا تجي مليحه. اذا انا البنات نص راح نديرو بالنواه كوكو والمعجون، ونص الاخر راح نرمدوه في السكر بهذا الشكل. فوالا البنات، انا درت سكر هذا حبيبات، وكي ديروا السكر ناعم ايضا راح تجي شابه، مع اللي كي تخمر راح تشقق، راح يجي شكلها بزاف شباب. يعني دائما في المطبخ لازم نديروا بدائل. فوالا، ما عندكش مثلا باش تزيني الحلوى رمديها في السكر. اذا انا دوكا نوزن كامل هذه العجينه ونشكلها دوائر ونرجع لكم. وهنا هايليك الحلوى بعد ما شكلتها خليت نص هكاك، ونص الاخر اللي شكلته راح نديروه في السكر. اذا كما قلت لكم النص راح نديرو بالنواه كوكو والمعجون، والنص الاخر نرمدوه في السكر. انا ما عنديش سكر ناعم، عندي السكر هذا تاع الحبيبات. الا عندك سكر ناعم ديري، راح تعطيك شكل بزاف شباب. والشكل كما قلت لكم تحبوا ديروا دوائر، تحبوا ديروا اصابع كما حبيتوا، لانه هذه قهوه حلوه تاع القهوه يوميه. وهنا ندير شكل اصابع ايضا يجو ملاح، يعني ولا غير حلوه سهله وتقطع لك اكثر من 25 حبه. راح ادير لك من 25 حتى 30 حبه بمقادير بسيطه جدا. وما يجيك تضيف على عفله ولا تقدري توجديها في منطقه نص ساعه، يعني 15 دقيقه 20 دقيقه تكون واجده. اذا البنات بعد ما نكمل نشكل كامل الحلوى تاعي ندخلها طيب على فرن 180 درجه. انا الفرن تاعي شعلته من الفوق ومن تحت، راني نسخن فيه، وندخلها طيب على 180 درجه، يعني قسمه تنشف فقط 10 دقائق ولا 15 دقيقه تكفي. وهنا هايليك الحلوى تاعي بعد ما طابت البنات، يعني شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعها وتجي مشقه تجي بزاف هايله. فوالا البنات، هذه اللي خليتها هكاك راح ندير لها نواه كوكو والمعجون، وهذه اللي درت لها السكر. شوفوا تجي شابه، يعني خاصه ولا درتوا لها السكر ناعم. هايليك كيفاش تجي، يعني والله ننصحكم تجربوها تجي بزاف بنينه. ودوكا هذوك اللي ما درت لهم والو راح ندير لهم المعجون مع جوز الهند. راح نستعمل البانسو، راح ندير لهم غير من الفوق، ندهنهم من الفوق بالمعجون ونرمدهم في نواه كوكو، تزيين بسيط فقط. واللي ما عندهاش نواه كوكو تقدر دير كوفريط مرحي ولا كاوكاو مرحي. وهاوليك الشكل تاعها. وما تقدروا ديروا لهم شوكولا من الفوق تذوبوها وتدهنوهم بالشوكولا، راح يجوا ايضا ملاح، يعني تزيين كل وحده والذوق تاعها. وانا كي تكون هكذا يعني حلوه تاع كل يوم، حلوه يوميه، ما نزينهاش بزاف، يعني غير حاجه خفيفه فقط. وهاي ليك الحلوه تاعنا واجده البنات، يعني شوفوا الشكل تاعها يجي بزاف شباب، يجي شهي، ننصحكم تجربوها. وهنا تقدروا ديروا لها كتزيين خطوط تاع الشوكولا. اذا نقسم لكم حابه تشوفوها البنات، يعني ولا غير صدقوني تجي بزاف طريه، تجي خفيفه.
إذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تخلوا لي جام وتشتركوا في القناة، ونتلاقاو في وصفات وفيديوهات أخرى، وإلى اللقاء.